ويا أهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم كل خير من كل قلبي. أتمنى تشوفون الفيديو أنتم بألف صحة وعافية. جهزوا نفسكم، الفيديو هذا مو عادي. فطاير هذه مو عادي، صدق انغرمت فيه على كثر المخبوزات اللي جربتها. تخيلوا قطنية ضرب 10، طعم لذيذ ضرب 10. تخيلوا هذه فطاير يابانية، طبعا اسمها فطاير الزبدة المملحة. شي خرافي ولذيذ من غير حشوة، لأن هي محشية من جوا زبدة. وكمان نقدر نحشيها إذا تحبون أي حشوة بخاطركم تقدرون تحشونها. ف شي ميكس رهيب ولذيذة. وغير كذا كل المقادير متوفرة بكل البيت، يعني وطريقتها مرة بسيطة. شوفوا كيف من جوا مضبوطة من أول مرة. يا تبارك الرحمن، بسم الله ما شاء الله. قديش أحكي لكم عنها أو أتكلم لكم عنها، مرة بسيط. فيلا نسويها زي ما قلت لكم، الطريقة مرة سهلة، وبإذن الله راح أشرحها لكم بالتفاصيل، طرية جدا. يلا أول شي عندي 240 جرام من الحليب السايل، وعندي 3 ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية. راح أخلطهم مع بعض قبل إني أضيف باقي المكونات عشان أتأكد بالخميرة. أول ما تطلع فقاقيع، طبعًا تقريبًا يبي لها كم ثانية تطلع أول فقاقيع على الوجه، على طول راح أعرف إنها شغالة. عندي 30 جرام من السكر الأبيض. راح أكتب لكم كل المقادير بإذن الله في صندوق الوصف، بالجرامات وبالأكواب، لكن إذا تبون شي دقيق عليكم بالجرامات، سواء كيك، مخبوزات، اللي يكون الميزان دقيق جدًا ويطلع لكم بإذن الله نتيجة بإذن الله مضمونة. راح أخليه على جنب شويات بس إلين بس طلعت عندي أول فقاقيع. بعدين راح أحطهم في الطاسة اللي راح أعجن فيها، وبعدها راح أضيف حبة بيضة كاملة، سواء بحرارة الغرفة أو مطلعينها من الثلاجة. وعندي 3/4 كوب من الموية، تقريبا 180 ملي. راح أخلط، بس حابة إنه البيض والموية يندمج مع باقي المكونات. وعندي 720 جرام من الدقيق الأبيض، طبعا أنا استخدمت عالي البروتين اللي هو تبع البيتزا، ولكن تقدرون تستخدموه متعدد الاستخدامات، المتوفر عندكم استخدموه. عندي 8 جرام من الملح أو ملعقتين صغيرة، بس راح أخلط شوي الملح مع الدقيق قبل أضيف باقي المكونات. بقى إضافة أخيرة اللي هي الزبدة، تقريبا عندنا 55 جرام من الزبدة. راح أعجنها تقريبا من 7 ل10 دقايق. لو كانت باليد تحتاج وقت أطول، ولو كانت بالعجانة من 5 ل7 دقايق تكون مرة ممتازة. اللي بوصله لكم لازم يكون وجه العجينة ملموم جدا. الطاسة اللي راح أخمر فيها العجينة راح أدهنها بزبدة أو زيت المتوفر عندكم تقدرون تستخدمونه. أنا دهنتها بزبدة عشان أضمن إنها ما تلصق معاي. شايفين كيف خفيفة العجينة ومرة يعني ملمسها ناعم. راح أحطها على جنب وراح أخليها تتخمر مدة ساعة أو ساعة ونص على حسب الوقت. الحين للحشو عندنا 200 جرام زبدة تكون مملحة، ولو ما عندكم زبدة مملحة ممكن تملحون كل حبة شوي بس على الوجه لما تجون تحشونها. فالبدايل سهلة جدا، لكن أنصحكم تسوونها. المهم كل مكعب عندنا من 5 ل10 جرام، يعني ما يتعدى هالكمية. طيب شايفين كيف بعد ما تخمرت؟ يا تبارك الرحمن. طيب راح أبدأ أقصصها، تقريبا كل حبة عندي 55 جرام، أو كل كرة عندي راح أكورها راح تكون 55 جرام. أول شي بعد ما أقطع وأوزنها راح بس أبدأ إني يعني أشد وجهها كذا بهذا الشكل، أدورها بين يديني بحيث إنها تصير عندي الكرة هذه، وبس راح أكمل كل الكمية. طبعا في على جنب عندي كمان صحن كله نفسها، بس إنه بوريكم إنه راح أريحها تقريبا الحين لأبو دقيقتين، بعدين رجعت لها. راح أسويها بهذا الشكل تقريبا زي علامة التعجب، وبس راح أبدأ أفرد من النص على تحت، بعدين من النص على فوق. بهذه الطريقة نوصل لشكل يكون مرة حلو، ونفس الشكل اللي متعودين عليه للفطاير اليابانية. راح أحشي الحبة من الزبدة وبس، راح ألفها رول. طيب ليش ما نسكرها من الأطراف؟ لأنها أصلا أساس هذه الفطيرة إنه الزبدة تنزل على نفس الفطيرة، وكمان تغلفها من تحت، ويصير عندنا الطبقة اللي نسميها إحنا بالعامية الحكاكة، تكون طبقة تحت متحمرة من الزبدة. طبعا هذا من شيف ياباني أنا سمعت هذه
المعلومة. فهي الأساس فيها إن الزبدة تكون متشربة في الخبز نفسه، وبس. زي ما قلت لكم، من النص على تحت ومن النص بعدين على فوق، عشان يعطينا الشكل المرتب للفطير اللي احنا متعودين عليه، يجيكم زي الكرواسون كذا. لو حسيتوا ان العجينة وانتم قاعدين تلفون انها سميكة شوي، تقدرون تشدون شوي بس مو مرة، وبعدها تلفون. طبعا مرة مهم ان نتأكد انه ثانية تكون تحت مضبوط، وان نرص عليها شوي من فوق بحيث انها يصير عندنا قاعدة ما عاد تصير تنفتح معانا وقت ما تدخل الفرن. طيب راح اريحها تقريبا من نص ساعة الى 40 دقيقة. عندي الفرن مسبق التسخين، والمطبخ عندي درجة حرارته دافية لانه الجفاف عندك ما شغالة والفرن شغال، فعندي الفرن دافي. تقريبا أخذت لها من 20 25 دقيقة تضاعف حجمها. راح أدهنها ببيض مخفف بشوية حليب. راح أدهن الوجه بهذا الشكل، وعندي شوية دوبك ملح من ملح قصب أو رقائق الملح المتوفر عندكم تقدرون تستخدمونه. طبعا هذه الوصفة الأصلية يستخدمون لها رقائق الملح، يعطي شكل حلو، وغير كذا الملح يكون فيها خفيف جدا. المهم راح أكمل كل الحبات. طبعا الفرن مسبق تسخين من فوق ومن تحت على درجة حرارة 255 مع تشغيل المروحة لو توفر عندكم، وبس. أول ما تحمر راح أطلعها لأنه ترى مرة صغار الحبات، فما تاخذ وقت في تدخيلها الفرن. وشوفوا كيف تبارك الرحمن من جوا. أتمنى لو في خاصية إنكم تتذوقون عن بعد عشان تجربونها، أو في خاصية توصل لكم الريحة، لأنه عبارة عن بيكري، كأنكم داخلين يعني كأنكم داخلين بيكري مش بيت. وبس منشروا الفيديو حبايبكم، وأشوفكم في فيديو قادم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.